وازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده في الفيديو ده هنقارن ما بين الفيسبوك واليوتيوب في ايه بالظبط. في كل حاجة تتوقعوها. في ناس بتقول ان اليوتيوب خلاص راحت عليه، وفي ناس بتقول لا الفيسبوك راحت عليه. طب انا ابدأ في الفيسبوك ولا ابدأ في اليوتيوب؟ فانا كخبرتي في الفيسبوك وفي اليوتيوب اقدر اقول لكم تعملوا ايه بالظبط، وانتوا حددوا هتخشوا هنا ولا هتخشوا هنا. كمبتدئ وكصانع محتوى لسه بتشق طريقك، او بقالك كام شهر او بقالك كام سنة، لان التحديثات غيرت حاجات كتير جدا. طيب هنبدأ بايه دلوقتي؟ هنبدأ نقارن الفيسبوك باليوتيوب. اول حاجة، لو عايز تكون من ضمن شركاء اليوتيوب او الفيسبوك. اليوتيوب في الفيديو ده النهاردة احنا لسه 4000 ساعة، لازم تجيب 4000 ساعة مشاهدة و1000 مشترك أو 10000 أو 10 مليون شورتد. تمام كده، يبقى يا تجيب 4000 ساعة مشاهدة على الفيديوهات الكبيرة، يا إما 10 مليون على الفيديوهات القصيرة اللي هي الشورتدز، يا إما ولازم كمان تجيب معاهم 1000 مشترك. طيب دي من ناحية اليوتيوب. والفيسبوك، الفيسبوك عمل ابديت من حوالي شهر او 3 اسابيع، خلى ان صانع محتوى لازم يجيب 300 الف مشاهدة على الفيديوهات بتاعته. طيب هنا مين اللي يكسب؟ مفيش حد طبعا يقدر يكسب، بس اقدر اقول لك ان الاسهل شوية هنا الفيسبوك. ليه الفيسبوك؟ لان الفيسبوك انت بتعمل ريلز صغيرة لا تتعدى ال 20 30 ثانية، دقيقة، دقيقة ونص. فاللي بيسكرول ده قاعد عمال ماسك التليفون وقاعد عمال يقلب يقلب، فبيجي يقف عندك لو شاف حاجة كويسة وهوك كويس كبداية كويسة يعني للفيديو والكلام ده وبيشوف. ف الناس كلها عامة قاعدة على الفيسبوك. طيب اقدر اجيب ال 300 دول في قد ايه؟ اللي هو 300 الف على حسب بقى انت المحتوى بتاعك بتنزل محتوى كل يوم، ممكن في شهر. بتنزل محتوى كل يومين ثلاثة، ممكن في شهر ونص، شهرين. كبداية انا بتكلم كمبتدئ، مش كنت بتعمل محتوى ورجعت تاني والكلام ده وعندك ايه فولورز وكده. انا بتكلم كصانع محتوى مبتدئ دلوقتي. طيب لو انا رجعت تاني، طبعا هتلاقي الريتش عندك واقع، وهتقعد شويه عقبال ما ترجع الريتش، فتقريبا نفس الموضوع، مش هنختلف. طيب اليوتيوب، اقدر هنا اجيب ال 4000 ساعه وال 1000 مشترك في قد ايه؟ لو انت بتعمل محتوى كويس ومحتوى طويل يعدي ال 10 دقايق والربع ساعه، والمحتوى ده اتشاف، طبعا ال 1000 سبسكرايب دول سهلين مش صعبين جدا. اللي صعب شويه ال 4000 ساعه. طيب ال 4000 ساعه دول لو انت مثلا منزل فيديو عباره عن ساعه وفي 4000 شخص شافوا الفيديو ده، انت فعلت. طب لو منزل فيديو نص ساعه وفي 8000 شخص شافوه، انت فعلت. لو منزل فيديو ربع ساعه وفي مثلا 16000 شافوه، انت فعلت. بس يشوفوه كامل، وطبعا محدش بيشوف الفيديو كامل. فانت محتاج تنزل شوية فيديوهات وتشوف ايه اللي مطلوب وايه. كمبتدئ برضو بتكلم كبداية، كمبتدئ حاول تعمل سيرش على الحاجة المطلوبة، مش تعمل حاجة من دماغك وتنزلها وانت مفكر ان هي كده خلاص هتروح للناس وان اليوتيوب هينشرها لك وهيوديها للناس والكلام ده. الالجوريزم دلوقتي بقى صعب جدا في التعامل. الالجوريزم ده اللي هو ايه؟ اللي هو عبارة عن البي سي بتاع الشركة بتاعت اليوتيوب، ده بيكون واخد سيستم معين بيمشي عليه. الفيديو ده مثلا انا عملت فيديو نزل مدته 10 دقايق، في شخص دخل قعد 3 4 ثواني وطلع، هو بوظ لي الفيديو. فهنا الالجوريزم بيقرا ان الفيديو ده مش كويس. هو الشخص ممكن ما يكونش قصده ان هو يعمل كده، بس هو دخل وحصل دربكه وخرج على طول، مش قصده، هيبقى يكمله بعدين. كده هو بوظ لك الفيديو. تمام. في تحديث جديد نازل في شهر 8 يوم 24، كمان يومين. التحديث ده حلو جدا جدا للناس المبتدئه. هيكون عبارة عن ايه؟ هكلمكم عليه. بس دلوقتي الاهم احنا بنقارن اني الموضوع هنا اسهل ولا هنا.
طيب انا شايف ايه؟ انا شايف بصراحه اكتريه السهوله في الفيسبوك شويه، ان هو ما بيطلبش منك عدد مشتركين. في ناس بتجيب ال 4000 ساعه وتبقى واقفه على المشتركين، وفي ناس بتبقى جايبه ال 1000 مشترك وتبقى واقفه على عدد الساعات. لكن هناك هو ما بيطلبش منك غير 300 ألف مشاهدة على توتال الفيديوهات، مش الفيديو عامة. طيب مين هنا اللي يكسب؟ أول حاجة يعتبر أسهل شوية، مش يكسب يعني، أسهل شوية الفيسبوك، بس هو معقد أكتر من اليوتيوب. طيب اللي بعد ده إيه؟ اللي بعد ده إن في تحديث جديد هينزل هيخلي اليوتيوب 8000 ساعة مشاهدة و1000 مشترك و20 مليون على مشاهدة الشورتز. فالموضوع هيبقى أصعب شوية على اليوتيوب الفترة اللي جاية من بداية 2027 1 فبراير، يعني شهر 2 يوم 1. هتبقى اللي عايز يحقق الشروط يلحق يحقق من دلوقتي ويعمل قناة من دلوقتي. وانا عندي حاجات على القناه، فيديوهات على القناه عندي بقول لك فيها ازاي تحقق الشروط بسرعه وتجيب عدد مشتركين. ومفيش حاجه سهله يا صديقي، لازم تشتغل. يعني انت داخل اليوتيوب ما تفكرش ان هو جنب شغلك، بالعكس اليوتيوب ده شغل، وشغل جامد جدا، وبيجيب مكاسب اكتر من اي شغل بره. بس ما قلتلكش سيب شغلك وروح اشتغله دلوقتي، بالعكس خليك في شغلك، بس ما تفكرش ان اليوتيوب حاجه انت داخلها يا جت يا ما جاتش. ما تعملش ده دلوقتي، لان اليوتيوب بقى خلاص اصعب من البدايه بكتير جدا، لان في منافسه بقت جامده جدا. طب تمام، نخش على تاني حاجه. الفولورز على الفيسبوك بيجوا اسهل من اليوتيوب بكتير جدا. ليه؟ علشان انت في الفيسبوك بترفع صور، بترفع بوستات، بترفع كلام، بترفع ريلز. عامة الفيديو في الفيسبوك اسمه ريلز. فبترفع كل الكلام ده بيجيب لك ايه؟ متابعين على الصفحة، متابعين على الصفحة، متابعين. فانت مفتوحة معاك انك ترفع في اليوم مثلا 10 بوستات، 5 صور و5 كلام بقول فيه مثلا قولوا لي مش عارف ايه، اصل كان في ماتش واخد ارائكم، اصل كان في مش عارف ايه باخد ارائكم اصل. لكن في اليوتيوب انت ما تقدرش تعمل كده. انت بتخلص الفيديو بتكون اصلا مش قادر تعمل له مونتاج بعد التصوير، وبتكون خلاص جبت اخرك، واما بتنزله بتحس انك اخدت نفسك وبتكون تعبان جدا خلاص، لان انت بترمي طاقتك كلها في قلب الفيديو اللي انت بتعمله. طيب هنا الاسهل في الفولور الفيسبوك برضه. طيب تمام، اني الاحسن ماديا؟ بص يا صديقي، هو مفيش حاجه اسمها احسن ماديا في اليوتيوب ولا الفيسبوك، بس انا هحاول اوضحها لك اكتر بتتكلم عن ايه. انا شايف كواحد استخدمت الاتنين وقعدت سنين على الاتنين، انا شايف ان الفيسبوك ممكن يكون احسن في حته ان هو لسه بيبعت لك بالدولار. اليوتيوب بقى محول، انا مثلا من مصر من القاهره فلازم بقبض بالجنيه. طب ليه الموضوع ده؟ طب ما انا كنت بقبض بالدولار وكنت عامل حساب بنكي بالدولار وكانت كويسه معايا. الدولار طلع باخد على نفس الموضوع. الدولار نزل باخد باخد الدولار برضو، بسيبه شويه، لو نزل بعد كده انا ببيعه. لكن انت دلوقتي الدولار نزل بتبعت لي بثمنه. يعني مثلا كيوتيوب، انا بتكلم كده كيوتيوب. انا مثلا عملت الشهر ده $200، فال 200 هنقول مثلا ان ال 100 عامله النهارده الدولار عامل 50، فبيتبعت لي 200. فبستنى شويه ممكن يبقى عامل 52، كسبت 200 جنيه و200 جنيه، ادي 400 جنيه زياده. فاهمني؟ فانا مش عايز افك دلوقتي، لا هو بيبعتها لك بالجنيه المصري مفكوكه. فالفيسبوك احسن في موضوع ان هو لسه بيبعت بالدولار. بس هل اني فلوسه اكتر؟ طبعا عمرك ما هتقدر تجيب فلوس من الفيسبوك قد اللي بتجيبها من اليوتيوب، لان في ناس تقيلة جدا 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 في اليوتيوب ممكن بتعمل في الشهر 10 مليون جنيه و5 مليون جنيه. في اليوتيوب ما تقدرش تعمل ده. في الفيسبوك سوري ما تقدرش تعمل المبلغ ده. ليه ما تقدرش تعمل المبلغ ده؟ لان انت كده محتاج 100 مليون مشاهدة مثلا كل 10 ايام. لان انت عندك الفيديوهات تقدرش تنزل فيديو على الفيسبوك مدته 8 دقايق. ايه ده؟ مش هيتسمع، انسى.
لكن تقدر تنزل فيديو على اليوتيوب مدته 3 ساعات هيتسمع. لو انت بتقدم شرح لحاجة معينة هيتسمع. لو انت بتقدم بودكاست وجايب حد كويس مشهور الناس عارفاه هيتسمع. لو انت عامل مسلسل، عامل مسرحية، عامل فيلم، عامل فيلم قصير هيتسمع. لكن الناس بتاعت الفيسبوك اللي داخلين يسكرولوا عايزين حاجة سريعة كده يشوفوها، بقت العقلية بتاعتهم واخدة على الثواني. ده احسن بكتير الثواني. لكن اللي داخل اليوتيوب داخل يسمع حاجة، قاعد مثلا بياكل فبيسمع مسلسل، قاعد بياكل فبيتعلم حاجة، بيتعلم شروحات لحاجة، ممكن يكون في أستاذ بيعلم طلاب حاجة، بتشوفوا كل ده على اليوتيوب. فده أحسن كيوتيوب إن أنت تقدر تقدم محتوى كبير جدا تاخد عليه فلوس كويسة جدا. ليه؟ لأن الإعلانات هنا برضو أنت بتقدر تتحكم فيها في اليوتيوب، متقدرش تتحكم فيها في الفيسبوك. يعني في الفيسبوك مش أنت اللي بتضيف الإعلانات هنا وهنا وهنا وهنا، لأ، هو اللي بينزل لك الاعلان. ممكن تلاقي فيديو مثلا حضرتك عامله 3 دقايق منزل لك عليه اعلان واحد. الناحيه التانية انت لو عملت فيديو على اليوتيوب 8 دقايق انت ممكن تحط 100 اعلان. طب هل ال 100 اعلان هيظهروا؟ لا مش هيظهروا، بس هيظهر منهم على الاقل 10. فانت اخدت على كل اعلان فلوس. هي طبعا فكره غلط اللي انا بقولها، بس انا بحاول اوضح لك ان انت تقدر تتحكم في الاعلانات. يعني بص، مش حلو انك تحط 100 اعلان في فيديو 8 دقايق، لان هم مش هيظهروا كلهم والالجوريزم هيشوف ان في حاجه خطا. بس لو حطيت 8 اعلانات هيظهروا كل دقيقه اعلان، هيظهر الاعلان للشخص شافه انت بتاخد على الاعلانات دي فلوس. طب تمام جدا. هنا ايه فلوسه اكتر؟ قلنا اليوتيوب لو بقيت متوغل فيه ودخلت وعملت حاجه جامده وعدد التايمنج بتاعها اعلى. طيب هنعمل ايه تاني مثلا؟ نقارن بايه تاني غير الفلوس؟ يعني احنا كده قلنا الفلوس. ممكن المشاهدات. طيب المشاهدات ممكن الفيسبوك يجيب لك مشاهدات اعلى، وممكن في اليوتيوب تجيب مشاهدات اعلى. طب ايه الفكرة؟ اللي الناس مثلا واحد راح على اليوتيوب ما نجحش فقام رايح للفيسبوك نجح، يبقى هو بيعمل شورتدز اقوى من الفيديوهات الكبيرة. نجاحه في الحتة دي. يعني انا بعمل شورتدز كويس، طيب رميته على اليوتيوب، ده مش نجاح. الشورتدز على اليوتيوب مش نجاح. بمعنى كده، واللي يثبت كلامي ده، ان اليوتيوب في شهر 2 اللي جاي هيرفع 8000 ساعة عشان تكون من احد شركاء اليوتيوب عشان تربح. معنى كده ان هو عايزك تنزل فيديوهات كبيرة، مش عايزك تنزل فيديوهات صغيرة. ما الريل موجودة على التيك توك، موجودة على الفيسبوك، موجودة على مواقع كتير. هو مش حابب الريل عندك كهيلب، كمساعد. تقول مثلا تنزل الفيديو على اليوتيوب تقول ايه، انا خش اسمعوا الفيديو ده انا عملت فيه كذا 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 اختصارا، وبتاخد عليه فلوس برضو. مش بتاخد. انا اعرف ناس شغالة على اليوتيوب ريل بس. انا عندي قناة، لو حضراتكم رجعتوا لاول فيديو في القناة اللي انا بنزل عليها الفيديوهات دي، لو رجعتوا لاول فيديو هتلاقي عندي القناة الاساسية اصلا شورتدز بس، وبكسب منها على اليوتيوب اكتر من الشورتدز اللي على الفيسبوك. انا نجحت شورتدز على اليوتيوب. معنى كده اني اكتر؟ مفيش هنا اني اكتر، في انت حابب ايه وعايز تشتغل على ايه، لان كل حاجة وليها الجوريزم مختلف. طيب هنا انا نجحت هنا ونجحت هنا وات ايفر، مش هتفرق. اللي انا حابه اي منصة انا حاببها اتعامل عليها. طيب نقارن ايه تاني؟ ممكن مثلا المخالفات. انا شايف ان الفيسبوك اصعب جدا تعاملا من اليوتيوب. ليه؟ اليوتيوب بيجيب لك وانت اصلا بتنزل الفيديو، هل الفيديو دوت للاطفال؟ بتقول له لا. طب هل الفيديو ده للكبار؟ تمام، ما يتعدى 18 سنة. نزلت الفيديو، بيسألك شوية اسئلة، بيقول لك هل الفيديو ده اي في اي سامح لك انك تنزل اهو.
ما بيقولكش لا. يعني حتى لو اي اي نزل يا باشا، بس قول لي ان هو اي اي عشان اعرف اوديه للجمهور اللي بيسمع الاي اي. بس انت كده في الفتره دي يعتبر بتموت الفيديو بتاعك. بس بص يعني هو سلس معاك جدا. لو انت بتحمل الفيديو تعالى كده، وانت بتحمل الفيديو في فيسبوك مفيش كل اللي موجود في اليوتيوب ده. طب عايز تحط شاشه نهائيه في اليوتيوب؟ اه احط الشاشه نهائيه، مش موجوده في الفيسبوك. مش موجود في الفيسبوك بيسالك هل الفيديو ده اي اي ولا لا. مش موجود في الفيسبوك يقول لك هل ده فيديو للاطفال ولا للكبار. مش موجود في الفيسبوك كميه التاجز اللي انت بتحطها في اليوتيوب. مش موجود حاجات كتيره جدا جدا في الاعدادات مش موجوده. طيب يعني يعتبر هنا اني الاحسن في الرفع عامه اليوتيوب. طيب ايه تاني في الاعدادات؟ ممكن اقول لحضرتك مثلا مخالفات. الفيسبوك بتلاقيه نتش المخالفه من هنا، انت مش واخد بالك. ايه ده ازاي؟ ما نبهتنيش، ما قلتش اي حاجه، انا الفيديو بتاعي سليم، انا تمام، انا ما فيش اي حاجه من ناحيتي. انا لا، هو مره واحده كده تك قام عامل لك حظر. انا عندي تشانل على الفيسبوك اتحظرت 3 سنين بسبب حاجه هو جاب لي عليها حاجه هي مش موجوده. يعني ايه جاب لي عليها حاجه مش موجوده؟ يعني انا رافع بوست كوميك بهزر، هو قام جايب لي انذار ووقف لي ربح وعمل لي وقال لي حاجه تانية خالص. فاهمني؟ ما اقدرش اقولها طبعا. بس ايه ده ايه ده؟ لا دي الصوره حاجه بتاعت اطفال عادي، وهو جايب لي مخالفه لحاجه تانية خالص ما تتخيلهاش. طب ده ازاي؟ اقدم طعن مفيش، اكلم مفيش، احاول اعمل الفيسبوك بتاعي علامه الصح عشان اقدر اكلم مفيش. مش عايز يعمل بص مش جاي. بس هو اتفك الحمد لله، بس قعد 3 سنين. عارف يعني ايه حضرتك اما تكون مثلا مفضي نفسك وشايل نفسك من الشغل وشايل نفسك من كل حاجه ورايح وعايز تبقى بلوجرز او عايز تبقى شخص مثلا كونتنت كرييتور وتفضي نفسك وخلاص وانت سبت مستقبلك، ومره واحده شهر التاني التالت الرابع وتحمد ربنا وتشكره طبعا على كل حال، ومره واحده بتقبض ومره واحده تك مفيش. بتبقى بس حاجه صعبه جدا جدا فوق ما تتخيل. فدي صعوبتها في الشغل بتاع الميديا، في الكونتنت عامه. طيب في اليوتيوب نروح بقى لليوتيوب. لا بيجيب لك تحذير وبيجيب لك الشخص اللي قدم عنك المخالفه لو انت واخد كوبي رايتس مثلا من حد، بيجيب لك الحاجه دي ايه مخالفتها. ما بيقفلكش الربح على طول، بيقول لك 3 انذارات 3 مخالفات تعملهم. فمش مخالفه واحده، لا دي 3 مخالفات نقفل لك القناه وبتاع. مش يقفلها لك 3 سنين، ده بيديك 90 يوم ان انت شايل المخالفه بس بتربح والدنيا ماشيه معاك تمام وبتنزل وما وقفتش ربح ولا اي حاجه. ما بيفاجئكش. حتى لما بتيجي تعمل مخالفه خطأ جدا 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 بيقول لك قدم طعن. تقعد قدام الكاميرا وتقول لهم انا اسمي كذا 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 وعندي الشانل كذا كذا وحصل معايا كذا كذا، وبتقدم لهم الفيديو على حسب الفيديو. انا حصلت معايا قبل كده على حسب الفيديو. شكرا يا باشا، بيرجع لك الربح تاني. يا اما بيوقفوا لك يقول لك لا عيد ال 4000 ساعه، يبقى انت عارف انت رايح فين وجاي منين. هنا في اليوتيوب انت عارف انت رايح فين وجاي منين. هل انا قادر اعيد ال 4000 ساعه؟ اه طبعا. ليه؟ لان انا عندي فيديوهات قديمه كتير على القناه. انا الراجل شغال وبشتغل، الفيديوهات دي بتجيب ساعات. لو عملت لي عليهم 3 4 فيديوهات تاني خلاص الدنيا خلصانه. جبت الساعات ونجزتهم في كام يوم. فاهمين ان هنا الدنيا سهله، لكن هنا 3 سنين. 24 25 واحنا اهو داخلين في اخر 26 اشتغلت. يعني لسه شغاله من شهر او من شهر ونص من التحديث اللي انا كنت لسه بكلم حضراتكم فيه. اشتغلت. قال لك احنا شلنا المخالفات. طب هي ايه اصلا عشان تشيلها؟ ومخالفات كمان يعني مش مخالفه، ده طلع فيه مخالفات تاني. طيب تمام. فاحنا كده وصلنا ان الاسهل في التحذيرات والمخالفات والكلام ده كله عندك اليوتيوب. طيب ايه تاني مثلا حابين نقوله او نعرفه عن الفيسبوك واليوتيوب؟
مثلا في ناس طبعا، يعني نرجع بس لحتة ان في ناس تقدر تجيب $1000 و1500 دولار في الشهر من الفيسبوك. بس هنا انت بتعمل كونتنت انجلش مش عربي، يعني العربي هنا مش قوي ارباح. ماشي ليه؟ لان احنا اصلا بنعمل فيديو كبير على اليوتيوب اللي هو الطويل 8 دقايق ده والربع ساعة ده، بيكون ال1000 مشاهد ب20 سنت وب30 سنت وب40 سنت وب70 سنت، فحاجة صعبة. حضرتك اما تروح هناك تنقل وتروح على الفيسبوك وتعمل لي مثلا فيديو 3 4 دقايق، وبيكون شورتز برضه، هو كل الفيديوهات هناك اسمها شورت. تعمل لي فيديو 3 4 دقايق هتلاقي ان ال1000 عندك بسنت او ب2 سنت. انا مجرب كل ده. لما بتتظبط شويه بتلاقيه ب3 4 سنت. طب ال1000 ب3 4 سنت، يعني انت بتتكلم ان مثلا ال10000 ب40، يبقى ال100000 ب4 دولار. طب ما تجيب 100000 كده على اليوتيوب وتتفرج على الفيديو الكبير بتاعك ده، بدل ما انت بتعمل 4 دقايق اعملهم 8، وهاتب 100000 وشوف الفيديو بتاعك ده هيوصل الRPM بتاعه كام. يا خبر ابيض، هيوصل كتير. فلازم بقى تعمل الكونتنت، المحتوى بتاعك تعمله بايه؟ انجلش. الانجليش الوحيد اللي بيضرب. وحاول تتجنب الاي شويه، لان هو مش هاي فايرن، يعني مش هينتشر، مش هيتشاف لو هو اي وما بيدكش تحذيرات من ده. بس احنا اخدنا بالنا من، نزلنا كذا مره اي على الفيسبوك، ما جابش معانا. مش احنا لوحدنا، ناس كتير برضه ما جابش معانا اللي انتوا فاكرينه. دلوقتي ال- الفيسبوك عامة او اليوتيوب او التيك توك محتاج الشخص نفسه هو اللي يطلع يتكلم ويبقى هو اللي موجود، وصوته وكل حاجة. دي اضمن بكتير طبعا، اضمن لك انت بكتير. بتعمل محتوى العاب، اطلع يا باشا جيمنج، اظهر كل حاجة، تظهر ليش صوتك بس. لا، انا عايزك كمان فريم كده صغير على جنب واتكلم. اضمن. ليه؟ عشان لما تيجي تحصل لك مشكله وتيجي تقدم، بيعرفوا ان الشخص ده اللي هو اللي كان في الفيديو ده هو اللي بيتكلم هنا، مش واخد الفيديو، مش سرقه من منصه تاني ورايح حطه على المنصه دي. طيب نتكلم بقى في حوار حلو جدا ان انا افتكرت المنصه للمنصه. انا دلوقتي عندي فيديو مثلا وشغال على فيسبوك واليوتيوب. حبيت اخد الفيديو دوت ارفعه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. مش حلو وحلو. الحلو فيه ايه؟ الصح فيه ايه؟ ان انا اعمل الفيديو بالعرض على اليوتيوب، واصور بعدها تاني حتة بالطول، ما اقطعش بقى منه، مش هو، صور حتة تاني بالطول تخص الفيديو ده، واقوم واخدها حاططها على فيسبوك وادي اللينك بتاع الفيديو ده تمويل. ده احسن تمويل، احسن تمويل ليك. طيب هل تنصحنا بالتمويل؟ لا، هنخش في حته التمويل دي بس نخلص الموضوع بتاع الفيديوز. طيب حصل دلوقتي ان انا اخدت مثلا الفيديوز رميته هنا بالعرض ورميته هنا بالعرض، غلط. ليه؟ لان هتخش على الفيسبوك هيقول لك كل فيديوهاتك، الفيديوز بقى اسمه ريل، هو بيقول لك كده الفيديو بتاعك بقى اسمه ريلز، يعني لازم تصور بالطول، حتى لو 4 دقايق، حتى لو 8 دقايق، حتى لو ساعه، لازم يتصور بالطول. ده ضمانا ان هو لو اتصور بالطول هينتشر اكتر من العرض. العرض مش بينتشر زي الطول على الفيسبوك. تمام. معظم الكونتنت كريتور دلوقتي اتفرجوا عليهم، الناس اللي مشهورين وجايبين فولورز كتير وجايبين فيوز كتير على الفيسبوك، هتلاقيهم بيعملوا كده. طيب لو رحت اخدت 4 دقايق ولا 5 دقايق بالطول ورميتهم على اليوتيوب، طب ما كده يعتبر فيديو كبير، مش هيحسبوا لك شورتز. وانت رامي فيديو بالطول والفريم الباقي اللي حواليك ده كله هنا اسود، هنا كده اسود وهنا كده اسود، ازاي؟ فاليوتيوب مش هينشره كويس. يبقى لازم هنا اعمل بالعرض وهنا اعمله بالطول، واروح كمان اتعب واعمل شورتز صغير جدا وارميه على اليوتيوب واقول ادي الفيديو. يعني انت هنا هتصور 3 مرات،
عشان كده بقول لحضراتكم لازم تكونوا فاضيين للتصوير. طيب حكايه التمويل، ما انصحش حد ان هو داخل يكون كونتنت كرييتور صانع محتوى ويمول. ليه؟ انا جت عليا فتره قبل ما اكون صانع محتوى كنت ورا الكاميرا، كانت شغلانتي فيديوجرافر او فوتوجرافر، يعني بصور فيديو بصور صور. فكنت بعمل دعايه وكنت بعمل حاجات لناس كتير جدا في المجال. بعد ما بصورهم وبتاع قلت طب انا ليه اصور بس واخد الشغل اديه لناس بره وافضل ادور على ناس تعمل هي وتمول وتعمل الكلام ده. فلما كنت بمول لهم وكنت بعمل الكلام ده كنت ببص مثلا على البوست او الفيديوز اللي احنا صورناه بينتشر وبيجيب فيوز كتير، اجي انزل فيديو بعديه على طول الاقي ده اللي انا مولته ده جايب 100,000 ده ما جابش 100. طب ليه؟ مع ان الاجمد اللي هو ال100 فاحنا رميناه على اساس ان هو جامد فهيجيب ناس. طلع لا. ليه؟ لان حضرتك دلوقتي شخص ابتديت تدفع، فلما ابتديت تدفع فلوس هو المنصة اخدت عنك فكرة ان انت بتدفع. خلاص يا باشا، عشان تفك العقدة دي لازم تقعد لك 6 شهور تفضل ترفع في فيديوهات ترفع في فيديوهات عشان ترجع انسان طبيعي، لان هو بياخد من حضرتك الفلوس دي بيديها لناس تانية. امال هو هيدفع من جيبه؟ بياخد منك الفلوس اللي انت بتمول بيها بيبعت للناس اللي بتعمل دي الكلام ده. تمول امتى؟ لو انت بتبيع منتج كبير جدا، يعني مثلا عندك اجانس عربيات، عندك اراضي بتبيع بنيت عليها عماير، مش الكلام ده، عايز تنجز، عايز تبيع بسرعه عشان تجيب بضاعه جديده، عشان فانت عايز تنتشر بسرعه، عايز تفايرن بسرعه وانت لسه كمبتدئ صفحه، اعمل ده. ماشي، انا معاك في ده اللي تقدر تعمله. لكن ما تعمليش اعلانات مموله وانت داخل تكون صانع محتوى، ده غلط جدا. مفيش صانع محتوى بيعمل اعلان ممول، ده كده مش صانع محتوى، ده كده لسه داخل بيجرب حظه. عشان لو لقيتوا حد يعني في وشكم ما تحسبوش ان كلامي غلط، ده كده لسه داخل بيجرب حظه. شوفوا الممول ده عنده قد ايه وانزل كده شوف الفيديوهات التانية عنده قد ايه، هتلاقيها مش مفيش. عشان كده بيمول، عشان كده فاكر ان هو التمويل هو اللي هيجيب له. طب هل بناخد على التمويل ده فلوس؟ لا. يعني هل مثلا انا مفعل ربح على اليوتيوب او الفيسبوك ومولت الفيديوز ده وجاب لي 100,000 هاخد عليه فلوس؟ لا، مش هتاخد عليه فلوس، مش هتتحسب اصلا. ليه؟ لان انت دافع وهو متشاف على حسب ده. فانت ازاي تدفع وازاي تاخد؟ طب ما كانت الدنيا كلها تعمل كده، ارمي ال1000 يرجعوا لي 10. لا خالص، ما ينفعش. طيب معانا ايه تاني غير التمويل؟ لو انا يوتيوبر استخدم فيسبوك والتيك توك والكلام ده كله كمنصات تمويليه ليا. عندي فيديوهات بتوضح ان انت هتعمل ايه، هتروح فين. هتروح على الفيسبوك مثلا، انا هنا صانع محتوى تعليمي، فاخش على الفيسبوك بكتب باختصارا، يعني عندي الفيديوهات دي ممكن تسمعوها. بخش بكتب اسمها ايه، بخش بعمل سيرش يعني على الصفحات مساعده ودعم قنوات اليوتيوب، مش عارف ايه قنوات اليوتيوب، هتلاقي كل ده قدامك. هتلاقيه جايب 200,000 و300,000 عضو، في اعضاء كتير جوه في الجروبات دي. خش واعمل انضمام وارفع الفيديو بتاعك. من وسط ال100,000 مش هيخش لك 10 تنفار؟ هيخش، بس انت اعمل حاجه مطلوبه. عشان كده بقول لك لما تعمل الحاجه المطلوبه ما تعملش حاجه من دماغك غير اما تكون مشهور. ليه؟ لان انت اما تكون مشهور هتبقى مريت بالتجارب كلها، فهتبقى فاهم لما اجي اعمل حاجه انا من دماغي هتكون كمان الحاجه دي مطلوبه ولا مش مطلوبه. لان انت لو عملت عكس، يعني هنا ما ينفعش خالق في تعرف، لا، هنا غلط. هنا المطلوب نزلت مثلا منصه كيك، فاجري اعمل فيديو عن المنصه. طب انا ما اعرفش، خش اسال شات جي بي تي وخش المنصه والعب واعمل شوف كل حاجه. انت مش صانع محتوى، مش ده شغلك يا باشا، لازم تعمل كل الكلام ده. لكن هتقعد وهتقول لي لا انا مش عارف، مش جايلي فكره اعملها، مش قادر اظهر قدام الكاميرا،
اعمل محتوى بصوتك. انا عندي ازاي تعمل محتوى بصوتك، لسه الفيديوهات منزلها من قريب. سيبك من المايك دوت، مثلا كنت مسجل بالمايك ده، صدقني كنت بسجل بالاول بهاند فري اللي هي نازله كده، كنت بسجل بالمايك بتاعها ده عادي جدا، عادي جدا. هو ده اللي اختلف بس ان ده بعمل بيه تيكات بيسهل عليا حاجات انا جوه. عايز مثلا اودي رايت وليفت السماعه مش عارف، بتبقى اوضح بكتير، حاجات كده هندسه صوتيه والكلام ده، فانا جايب ده عشان كده. لكن انت مش هتحتاجه. انت كل اللي انت محتاجه بتعمل مثلا محتوى ديني، بتعمل مثلا محتوى قصص دينيه، قصص عاديه، قصص رعب، مش عارف ايه، بصوتك. فمش محتاج مايك زي ده في الاول. انت محتاج مايك بس صغير، بس محتاج تتعلم الهندسه الصوتيه بسيط جدا، اللي هو ازاي اقطع، التولز اللي بقطع بيها، ازاي انقي الصوت، حاجات بسيطه. مش هقول لك بقى هندسه وميكس وماستر لا لا لا. مش لازم تبقى موزع ومهندس صوتي عشان تعمل الكلام ده، بس لو عملت ده بصوتك انت تمام جدا. مش مرفوض. في ناس كتير عامله ولحد دلوقتي. كان احمد يونس من اول الناس تقريبا اللي عملت دوت على اليوتيوب، من راديو 90 كنا بنسمعه زمان تقريبا، اول ما عمل محتوى صوت، وكان ناجح جدا. كنا بنقعد نسمعه ليه؟ لان هو كان بالساعات، واليوتيوب بيحب الساعات، يعني بيحب انك تعمل فيديو ساعة، بس المهم انه يتشاف. مش تدخل الشخص يشوف 5 دقايق من الساعة ويمشي وتقول لي ان هو كده ايه، طب ما في شخص اهو دخل. لا، ربنا يستر على التحديث اللي نازل جديد ده، لان هو التحديث اللي نازل يوم 24 ده صعب جدا في التعامل معاه. هو هيفيد اليوتيوبرز اللي لسه هيبدأوا. ليه؟ لان هم صعبوا عليهم الامر وخلوه 8000 ساعة، فلحقوا ينزلوا حاجة قبلها تساعدهم شوية ان هو يجيب لهم فيوز وبتاع، والفيديو بتاعه ينتشر اكتر وكده. لكن اليوتيوبرز الكبار تقريبا مم، على علمي بالتحديث اللي نزل 80% هينزلوا شوية فيوز. ليه هينزلوا فيوز؟ أه هنشوف ده. وبقولوا ان انا قلت، مش عايز اوضح دلوقتي. تمام. لو هو كان بيجيب 10 مليون على الفيديو، هيجيب 7 8 هينزل، لان هيبقى فيه ضغط جامد على التحديث الجديد ده. هو عايز ينشر اكتر لان في كل يوم الاف القنوات بتتفتح، فهو قال لك امسكها من حته واهتم من حته التانية. يعني اهتم بالناس اللي هي محققه الربح مثلا، او لسه عايزه تحقق بس هو لسه بيبدا، فاهتم بيهم شويه. واخلي الناس اللي هي بتفكر هتبدا، لا، بص انا بخوفك ما تبداش دلوقتي. هو عنده ما يكفي جوه. هو احنا لو 7 مليار على الكوكب، هو عنده 14 مليار. يعني كل واحد على الاقل عنده اكونتين يوتيوب، 3 اكونتات يوتيوب. فيعتبر ان انت معاك الكوكب كله جوه مرتين 3 عنده اكونتات. وفي ناس بيبقى معاها بال10 ايميلات، وفي ناس بيبقى معاها بال20 ايميل ومشغلينهم ومفعلينهم ربح، بيشتغلوا عليهم عادي، بيعملوا كونتنت. انا اعرف ناس صدقوني على اليوتيوب، بخش انا بتفرج عليهم شخصيا. انا بحب اتفرج عليهم ليه؟ لان الناس دي بتنزل في اليوم 7 فيديوهات على الشانل، وهو عنده 2 بينزل 14 فيديوز. انا ببقى قاعد مصدوم، مش من المحتوى اللي بيقدمه، ببقى قاعد مصدوم. هو انت ازاي بتلحق تصور 14 فيديوز في اليوم، والفيديو بيكون تلت ساعة او نص ساعة، وبتلحق امتى تمنتجه، وبتلحق امتى تنزله، وبتلحق امتى تجيب التايتلز، وبتلحق امتى تجيب الصورة المصغرة، وبتلحق. يبقى انت مش نفر، يبقى انتوا تيم شغالين على الموضوع ده. فمعنى ذلك ان هو عنده قنوات تانية ممكن تكون مخفية، قناة مثلا صوتيات بس، قناة قنوات لحاجات تانية بس. تمام لحد هنا. فاحنا كده قارنا واتكلمنا مع بعض شوية، معلش حاولوا تستحملوني الفترة دي. طيب، ايه اللي ما اقدرش اعمله، او سوري، ايه اللي انا لازم اعمله لو انا عندي قناتين 3 طالما ذكرنا الموضوع ده؟
نصيحتي بجد ليك، اوعى تربط قناتين 3 بنفس الادسن. خليك في قناة واحدة بس على ادسن، وروح اعمل ادسن تاني وارمي القناة التانية دي لأي جيميل آخر ما يكونش على التليفون اللي عليه نفس التشانل، أو البي سي أو اللابتوب اللي عليه نفس التشانل، وافصل كل حاجة عن افصل خالص. لأن هنا اليوتيوب صارم جدا في حكاية إن هو بياخد الأكونتات كلها مع بعض. ممكن ما يبقاش أكونتك، ممكن ما يبقاش الايميل التاني دوت المفعل ربح، تبقى ظلمت صاحبك ده وظلمت الشخص ده. لو هو على نفس الادسنس بتاعك او على نفس الجيميل بتاعك وحصلت مشكله، كله بيقف مع بعض. دي مشكلته بس الوحيده، لكن الباقي كله سلس وسهل وحلو جدا. وصدقني بينشر لك الفيديوهات بطريقه كويسه ومش بيوقفك، وبقى اسهل من الاول. الاول كان ممكن تلاقي الفيديو عامل فريز وبتاع، لا دلوقتي بيساعدك وبيديك هيلب وبيزقك، وتلاقيه مرشحك ل1500 2000 وانت لسه في البدايه. بس هما ال2000 شخص انت ما عرفتش تخش لهم. يعني ايه ما عرفتش تخش لهم؟ يعني حاطط صوره مصغره مش حلوه، لسه شويه عليك قبل ما تعمل صوره مصغره تشد الاشخاص. حاطط كلام مثلا العنوان مش قوي، لسه شويه عليك عقبال ما تعمل عنوان قوي، فانت ما عرفتش تشدني، ما عرفتش تدخلني في فيديو. طيب عرفت تشدني وتدخلني في فيديو، ما عملتش هوك قوي، بدايه قويه، فانا دخلت الفيديو بوظته لك وخرجت زي ما اتكلمنا. دخلت مثلا الفيديو مدته 10 دقايق، دخلت قعدت 5 ثواني 10 ثواني 15 ثانيه وتك قمت خارج، انا بوظت لك الفيديو. ليه؟ لان الالجوريزم كده بيقرا ان الفيديو ده فيه حاجه غلط، مش الصوره المصغره اللي انت حاططها، ممكن ما يكونش التايتل، انت عايز بس تدخل الناس. زي زمان كان بيقول لك ولسه بيتريقوا عليها لحد دلوقتي، واحمد مكي برضه قالها، اللي هو سبحان الله شوفوا السلحفه مش عارف بتعمل ايه، الحق قبل الحذف، الكلام ده. فاهمين؟ هو ما فيش اي حاجه جوه، بس هو فكر نفسه ان هو كده جاب فيوز. لا، هو انت كده ما جبتش فيوز ولا فلوس. يعني انا عندي تشانل عملت فيها الموضوع ده علشان اظهر، وعملت ونزلت الفيديو على القناه دي، خليت الفيديو عدى ال 125 ألف مشاهدة، بس مش جايب $2 أو $12. هتقول لي ازاي؟ هقول لحضرتك ان انا كتبت عنوان عشان اثبت الكلام ده، كتبت عنوان غير اللي هو في الفيديو اصلا، وعملت صورة غير اللي هي في الفيديو، جابت 125. ورحت كمان المنصات الفيسبوك والتيك توك ورميت الاسم هناك، الحقوا مش عارف كان ترند مين، من غير ذكر اسماء يعني، ورميت الاسم ان ده الفيديو بتاع الترند، بقى يخش يبص في اوله لا ده فيديو ملوش اي علاقه اصلا، مين الناس دي؟ وكنت انا في الفيديو جوه، وعملت الفيديو دوت هتلاقوه على القناه، جاب 125,000 وما جابش $12. محدش كده هيصدقك. هتلاقي معظم اللي عندك عاملين سبسكرايب شالوا السبسكرايب، وهتلاقي معظم الناس اللي ركزت قوي مع اسمك علشان ما اي فيديو تاني ما تخشلكش، وبوظوا لك التشانل عامه، مش الفيديوز بس، التشانل كلها باظت، لان التشانل هي مربوطه ببعضها. يوتيوب شاف ان الشانل دي فيها فيديو غلط، يبقى معظم الفيديوهات غلط. وده الجوريزم كمبيوتر، فما تدلوش الفرصه ان هو يحولك على شخص من اللي بيشتغلوا في الشركه. انت كده حطيت نفسك في حته مش بتاعتك. طيب نهايه مقارنتنا بقى، تنصحني بايه؟ ما عنديش اي نصيحه اقدر اديها لك. لازم تنجح، دي نصيحتي ليك. لازم تنجح طالما انت فضيت نفسك وعايز تبقى كونتنت كرييتور. فيسبوك على يوتيوب الاتنين كويسين، ده ليه مميزات وده ليه مميزات، خليك في الاتنين، لان كل صناع المحتوى دلوقتي بقوا في الاتنين. طيب اروح كمان التيك توك وكيك والكلام ده؟ لا بلاش دول. ممكن تروح التيك توك شوية عشان تقدر انك تمول لنفسك من غير فلوس، ده التمويل بتاعك.
تروح هناك، بس ما تلخبطش نفسك، ما تلخفنهاش، حط لاين محدد تمشي عليه وتبقى عارف انت عايز تروح لحد فين، او انت المفروض تعمل ايه. ما تميزش حاجة عن حاجة. حط مثلا ان مثلا اليوتيوب الاساس، فخلاص انا لازم فيديو كل يوم. لقيت ان في اي منصة من الاتنين دول هيعطلوك، لا، الاساس بتاعي ايه، خلصت في وقت الزيادة احاول ازنق نفسي شوية وادي الوقت الزيادة دوت للاتنين التانيين، اوزعه. اودي مثلا فيسبوك بس، اودي التيك توك بس، اشوف انا بعرف اجيب فلوس او بعرف اجيب فولور مشاهدات منين، او ايه اللي هيفيد الاساس بتاعي اكتر لو مش هعرف اجيب فلوس من الاتنين. فاهمني؟ فانت كده هتعمل حاجة كويسة لنفسك. خلاص انا لقيت ان الفيسبوك الاساس بتاعي، اروح منصات تانية ارمي واعمل اسوي واودي، اخد اودي. اعمل كده برضه على اليوتيوب، اودي اليوتيوب ودي هناك، تحط اللينك عندك تحت في الوصف وهيروح. ليه لا؟ بس. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عايزين اي فيديوهات جديده ما تنسوش تقولوا لنا في الكومنت، واقول لكم سلام.